السلام عليكم، انا رحمة ناجي. رجعت لكم فيديو جديد. النهارده هعمل معاكم البطاطس بالاجنحه باسهل طريقه وزي المشويه بالظبط، وازاي تعملوها في الفرن باسهل طريقه. احتجت كده زبدايه. طبعا انا عامله كميه صغيره، طبعا على قد انا وجوزي واياد صغير. حطيت كده معلقه كبيره من الكاتشب، ربع معلقه كده من المستردة اللي انا عاملاها معاكم في فيديو قبل كده، معلقه صغيره كده من العسل الاسود، ودي اللي هتنقلها في حته تانية خالص. حطيت عليها معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من فلفل اسود، معلقه صغيره كده مليانه من بهارات المشكله، وقلبتهم مع بعض. وممكن تستبدلوا بهارات المشكله دي بهارات الفراخ. حطيت كده معلقه كبيره من معجون الطماطم، ومعايا كده كوبايه من الحليب. بحط كده شويه بشويه لغايه ما هتوصل معايا للقوام ده. انا هحتاج معايا كوبايه الا ربع، محتاجتش كوبايه كامله. بصوا بقى القوام ده هو اللي انا عايزاه بالظبط. هسيبهم بقى على جنب. وجبت كده 3 بطاطسات، قطعتهم مكعبات بس تكون تخينه شويه. وجبت كده نص كيلو من الأجنحة، كنت قطعاه جزئين، الجزء اللي بيبقى مع الصدر لوحده والجزء اللي بيبقى فوق ده لوحده. ومنضفاهم كويس جدا وسايباهم يتصفوا من المية تماما. بعد كده حطيتهم في صينية كده سورها تكون قصير عشان تتحمر من كل النواحي. وحطيت عليهم الخلطة دي ودعكتها كويس جدا، وبسيبها حوالي نص ساعة كده مع بعض، وبعد كده ادخلها الفرن. بس انا هنا حطيت قرنين فلفل حامي كده، ده اختياري طبعا. وحطيت كده شوية زيت من فوق الوش، حوالي معلقتين كبار. وقفلتها كده بالألمونيوم ودخلتها الفرن على درجة حرارة عالية، مولعة عليها من تحت بس مش الشواية. بعد كده بعد نص ساعة تقريبا بقى بفتح عليها الألمونيوم دوت، وبعد كده بولع عليها الشواية بقى من فوق. طبعا الألمونيوم بيساويها حوالي 80%. بعد كده لما دخلتها تحت الشواية الفراخ تتحمر وتاخد اللون الجميل ده، اقلبها بقى على الناحية التانية. وطبعا بفضل اخد من المية اللي تحت دي واحط فوق الفراخ كل شوية علشان خاطر تدي طعم ونكهة جميلة للأجنحة، ما تبقاش طعمها كده اكنكم بتاكلوا فراخ بس مش متبلة. وكده بعد ما طلعت معايا من الفرن كانت طعمها في منتهى الجمال. البطاطس مستوية 100% وطعمها جميل جدا، والأجنحة كمان طعمها لذيذ ومستوية خالص، ما فيهاش دم من جوه ولا اللي هي نية وبتشد، لا خالص، كانت مهرية تماما. وهنا انا كنت عامله طبق صغير على قد اياد عشان خاطر انا كنت صايمه. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رايكم وتعجبكم جدا. واشوفكم المره الجايه في فيديوهات تانية جديده. وطبعا كل المكونات بكتبها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس. اشوفكم المره الجايه على خير وبالف هنا يا رب.